مولاي حفيظ العلوي كان مقابل كل شي بحال العفريت على كل شي اللي تقال أو قيل، بمثابة ظل الملك والكاره لكل ما هو بشري، ويتابع الملك في كل حركة وكل كلمة خرجت من فمه. وتيقول الكاتب أنه كانوا كاع أنواع الوزراء تيخافوا منه، كان تيدفعهم ويعايرهم وتيرغمهم على السجود والركوع للملك. حتى حاجة ما كانت من الممكن أنها تمر على الملك إلا بموافقته، كل القرارات كانت تتمر عليه، وتا هو ما كانش تينسى في كل مرة أنه يتفاوض باش ياخد حقه من العائدات المالية، وما كانش تينسى أنه يهين أي حد قدر عليه باش يبين ليه وضاعته وتفاهته أمام سلطة ساحقة بحال القصر. ولا ما كانت الصورة واضحة ليك حتى لهنا، رؤوف أوفقير كيلخص لك الأمر في جملة واحدة في كتابه الضيوف. جنرال مولاي حفيظ العلوي كان هو رئيس كهنة في القصر، الروح الملعونة ديال الملك وصاحب المهمات الخاصة السرية. وفي الواقع بأن الكتابة اللي كتب رؤوف أوفقير بهذه الطريقة كانت